شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا كلكم بخير يا ربي. اليوم راح اسوي لكم كبة الجريش والبرغل، فشي كلش طيب وما ينشبع من عنده، وراح اراويكم خطوة خطوة شنو راح استعمل. اني قبل لا احولهم بالعلب بقيتهم بالكيس على مود تشوفوهم شنو هذا الجريش مكتوب عليه جريش. شنو فرقه عن البرغل؟ بحبايه بيضة هيجي فشي معروف وناعم جدا، هو هذا الفرق بينه وبين البرغل. ولازم يتنقعون بمي حار، ولا ما تصير كبة برغل او كبة جريش وبرغل من غير مي حار. زين عيني، وهسه راح اراويكم خطوة خطوة. عيوني، كل كوبين جريش، هذا واحد وهذا الثاني بكوب برغل، يطلع فد عجينة كلش زينة. هذا كوب برغل. زين عيني، نخلطه سوية. عيوني، كل كوبين جريش كوب برغل يحتاج ل3 كواب مي حار. حطيت كوبين مي حار وهذا الثالث. نتركه. هسه شنو احط ملح. نحركهم مع بعض ونتركه فد نص ساعة. اغطيه بالصينية واتركه نص ساعة بين ما احضر الحشوة مالتي يكون هو جاهز. الحشوة لكبة الجريش والبرغل احتاج لحم مثروم، جبته ميكس يعني غنم على بقر لان على مود بيلية. قطعت لي فد راسين بصل. زين، انا كلش احب البصل ويا الكبة. و7 بهارات احتاج، وبهارات كبة وفلفل اسود. وهسه اراويكم خطوة خطوة. حبايبي، بالنسبة للحشوة مالت الكبة سبق وان راويتكم اني ما احط زيت للحشوة للحم المثروم او بالبداية. ليش؟ لان هو بيلية، هو يذب الزيت مالته. بحلقة الكبة مال البرغل ويا البوتيتا راح اعيد لكم اياها ان شاء الله، لان هواي خواتي دا يسالوني ما واضحة ما اعرف شنو، فان شاء الله انزلها مرة ثانية. شوفوا حبايبي اللحم المثروم شلون هو دا يتقلى وحده من غير اي زيت لان هو مليان ليه. قطعت لي راسين بصل او 3 تردون كيفكم حسب الرغبة، يتقلون سوية. هسه شنو هسه احط البهارات اللي هي بهار كبة، بهارات مال كبة حسب الرغبة. هو 7 بهارات حسب انتو شنو تحبون، تقدرون تحطون. فلفل اسود وانتظر يتقلى. حبايبي، بعد ما تركت العجينة اللي تشوفوها حطيت لها 3 كواب مي تجنن، تشوفون حتى ما تحتاج بعد مي. نقدر نعجنها بالايد مثلا، بس انا عندي ماكينة مال لحم هاي مشكنمة صغيرونة على قدي، احب اطحنها بيها زين على مود يطلع العجين كلش ناعم ومرتب. زين يعني فاصل ونواصل. شوفوا عيوني، ورا ما طلعتها من الماكينة خلصته شوية هيجي ابلل واعجن. ولو هي العجينة صارت تجنن كلش خوش عجينة، بس يعني نفس الوقت هيجي ابلل طارف ايدي واعجن واتركها الى ان يصير عندي الحشو. حضرت كشمش ولوز للي يحب احط بالكوباية مالته كشمش ولوز، وقسم سادة. هسه راح الف الكبة. لفيت لي كم وحدة، اريد اراويكم شلون كل وحدة عندها لفة خاصة، يعني كل وحدة تقدر تلف حسب ما تريد. يعني بالنهاية تطلع كبة، واهم شي خفيفة، مو يعني تطلع طابوقة، شوية نخففها يعني تكون هشة طيبة. واني حطيت مي على الطباخ اريده يغلي على مود اريد اسلقها، لان هاي للسلق طيبة للقلي طيبة. بس انا شنو اسوي؟ اسلقها وبعدين اقليها هيجي. هسه اسدها اسويها مفلطحة. هسه راح اسوي وحدة، سويت 2 من هذولا
فاليوم عاجبني اسوي تشريب مال لحم ويا الحمص، واسقط هذول الكبب اللي هي مثل الطوبة صايرة، يطلع بيه فد نكهة كلش طيب. حطيت ويا الحشو مالت هاي الكوباية المدعبلة معدنوس. زين، هاي رأسا ورا ما اكملها احطها بالمجمدة. ليش؟ لان بيوم اللي اريد اسوي التشريب احطها، وهم راح اراويكم شلون. تصير هيجي مدورة وتتجمد، هاي تتجمد. حبايبي حطيت مي وانتظره يغلي مضبوط مضبوط، وحطيت عليه ملح. شنو اسوي؟ اسقط الكبب، لازم يكون المي حار يغلي، اذا بارد راح تتفلش الكوبايه، وبعدين تحجون علي تقولون انا ما اعرف اعلم، ما اعرف اسوي كبه. ها نحطها، دا تشوفون هذول طلعتهم، دا تشوفون. فهسه شنو؟ من تحارش بالكوبايه ننتظرها من تستوي. ايش راح يصير بيها؟ راح تطوف اللي فوق. من الطوف اللي فوق معناته هي استوت. شوفوا حبايبي شلون اعرف الكبه مال الجريش والبرغل استوت؟ من الطوف اللي فوق. مثلا شوفوا هاي طوفت، يعني هي صارت استوت. من الطوف الكوبايه اللي فوق يعني هم جاهزين حياتهم. بس اذا بعدها جوا لا، بعدها يعني ما صايره. هاي مطوفة يعني جاهزة. وهذا النوع من الكبة مثلا هاي الكمية انتظرها تبرد. اقدر اجمدها، تتجمد ساعة الساعة، شو وقت ما تريدون تطلعوها من المجمدة وتسلقوها مرة ثانية، تقلوها كيفكم، تحطوها بالتبسي، كل شي يصير. هاي طوفة نطلعها. شوفوا حبايبي هسه سلقت الكبة مثل ما تشوفوها، وقليت لي كم حبة فشي يخبل. هاي اذا تردون ما تاكلوها كلها، تردون تجمدوها، تنتظروا يبرد، الى ان يبرد تجمدوها. تردون تطبخوها مره ثانيه، هم تغلون ماي او زيت حامي تقلوها مثل ما طلعت هاي. اريد اراويكم اياها شلون طلعت، فشي يشهي زين. والسلق هم بعد اروع. وهاي شنو ينأكل وياها؟ ينأكل وياها البراون صوص، تطلع فشي عالمي ويا البراون صوص. ان شاء الله حلقتي لهذا اليوم عجبتكم. مكانكم خالي وسهامكم العافية. تحياتي.